السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين وإن شاء الله كل حاجة تمام معاكم. أنا ديجا ودي قناتي سهلة وبسيطة، وأقول لكم النهاردة على طريقة معتمدة جدا للبسيسة، سهلة وإن شاء الله كل حاجة متوفرة في البيت. إن شاء الله تظبط معاكم جدا. أنا جربتها من حوالي سنتين أو 3 سنين، ومن ساعتها ما بغيرش المقادير دي وبعملها بيها على طول. طيب المقادير أنا هاكتبها في صندوق الوصف عشان لو أي حد حابب إن هو يحفظها. أنا هابقى كاتباها إن شاء الله كلها. أنا احتاجت فيها إيه؟ احتاجت طبعًا 3 بيضات، واحتاجت كل بيضة ليها باكيت فانيليا، فحطيت 3 أظرف من الفانيليا، وحطيت كمان ظرف من كيك شيف اللي هو البيكنج باودر بتاع كيك شيف، باحبه أوي في الكيكات والبسيسة والحاجات دي بيبقى تحفة. واحتاجت كمان كوباية وربع من الدقيق الأبيض، وكوباية وربع من الدقيق الأصفر، يعني المجموع الكلي هيبقى كوبايتين ونص دقيق، نصهم أبيض ونصهم أصفر، وكوباية من السكر، نص كوباية لبن، ونص كوباية زيت. هكتب كل ده في صندوق الوصف. والطريقة اهي بقى زي ما انتوا شايفين. طبعا ببتدي بأول حاجة بيكون البيض، بنزل البيض الأول والفانيليا والسكر وبضربهم كويس. ممكن تضربيهم كده بالويسك أو المضرب اليدوي، وممكن تسهلي على نفسك وتحطيه في الخلاط برضو هيبقى أحسن وأسرع. أول حاجة بنعملها في الطريقة بتبقى طبعًا البيض الأول بننزل بالبيض والفانيليا والسكر ونضربهم كويس زي ما قُلت لكم. بعد كده بنحط اللبن وبنحط الزيت ونستمر في التقليب لحد ما نتأكد إن السكر داب خالص، خالص. ما ننساش نبطّن صينية الكيكة. أنا هنا كنت مستخدمة صينية حجم المتوسط، وطبعًا بنبطّنها بزيت أو بسمنة ودقيق، وما ننساش يعني نجيب الحروف كمان معانا علشان ما فيش أي حاجة في الكيكة تتحرق أو تلزق. هنستمر بقى في التقليب لحد ما كل المكونات تندمج كده مع بعضها. وأنا يعني باجيب بقى حاجة تانية خالص، طبق مختلف برّه، باحط فيه طبعًا الدقيق، وباحط فيه البيكنج باودر، وباحط رشة ملح. ممكن نحط على السوايل اللي هناك دي معلقة من الخل لو حابين. أنا أوقات باحطها وأوقات ما باحطهاش الحقيقة، يعني ممكن بافتكرها وممكن لأ. بس هي بتساعد إن الكيكة تبقى هشة وتشيل منها أي ريحة زفارة مثلًا من البيض أو كده. لكن أنا مقتنعة إن هي مش ضروري أوي، لإن الفانيليا كده هتشيل أي زفارة من البيض، بس ممكن تساعد إن الكيكة تبقى هشة شوية وترتفع، لكن مش حاجة ضرورية. نقلب بقى ذرة الملح والبيكنج باودر والدقيق. طبعًا أنا هنا أنا المفروض يعني ممكن تخلطي الأصفر والأبيض مع بعض، وممكن تحطي ده لوحده وده لوحده. أنا هنا كنت سايبة كل واحد لوحده خلاص. حطيت بقى كل الكمية بتاعة الدقيق الأبيض، نزلت بالأبيض الأول وهاحط الأصفر وراه وأقلب كويس. وطبعًا ما انساش في الوقت ده أول ما أبدأ أعمل البيض والحاجات دي كلها وأقلب في مكونات الكيكة إن أنا أسخّن الفرن عشان يعني الفرن يبقى مولّع من قبلها بحوالي 10 دقايق مش أكتر من كده، لإنه لو سخن جدًا، جدًا هيخلّيها تتحرق من تحت وهتفضل من فوق لسه ما استوتش. فخلّي بالِك يعني هي يا دوبك 10 دقايق بس من قبل ما تدخل الصينية. تمام. هنا بقى خلاص أنا كنت قلّبت كل حاجة تمام ووصلت للقوام المطلوب اللي أنتم شفتوه. حُطّي بقى كل المكونات بتاعة الكيكة وكل العجينة الجميلة دي في الصينية واخبطيها كويس علشان تطلّعي أي هوا منها. ممكن كمان إن أنتِ لو مش عايزة تخبطيها ممكن بخِلّة كده تمشّطيها بس من نُص الكيكة علشان الهوا يخرج منها، وتدخّليها بقى على الصينية وما تفتحيش أنا ما بافتحش عليها إلا لمّا ريحتها بتطلع. يعني أشم كده الريحة، أوطّي النار طبعًا بعدها ب10 دقايق. باوطّي النار بقى خالص علشان أنا كمان فرني حامي شوية. وبعد كده أول ما ريحتها تطلع بقى خلاص بافتح عليها أشوفها، أتأكد إنها استوت إزاي. باعمل كده، باجيب خِلّة أو عصاية شيش طاووق أو شوكة صغننة زي اللي أنتم شايفينها دي، وباحطها كده في الكيكة علشان أتأكد استوت والّا لأ. لو هي استوت هتطلع نضيفة، لكن لو هي لسه ما استوتش هتلاقي الشوكة أو الخِلّة اللي أنتِ حطّيها في الكيكة هتطلع بالعجينة. فهتعرفي كده إن هي لسه فاضل لها شوية في الفرن، تسيبيها شوية كمان.
طبعًا برضه ما تتقطّعش غير لمّا تبرد خالص علشان ما تضايقكيش وتفرول منِّك و وتلاقيها لسه مش متماسكة. فهنا كده خلاص أنا ما صبرتش عليها الحقيقة، أنا كانت لسه دافية وقطّعتها أصلًا. بس هو الحقيقة يعني الصح إن أنتِ المفروض تقطّعيها بعد ما تبرد خالص. جميلة جدًا، إحنا بنحب البسيسة أصلًا أكتر من الكيكة. نعمل بقى شاي برّاد كده تحفة. أنا باحب أشرب الشاي في كوباية مش مليانة للآخر وبنتي الصغيرة طالعة لي. جرّبوا المقادير إن شاء الله هتعجبكم. أنا هاكتب لكم كل المقادير اللي استخدمتها في صندوق الوصف، وإن شاء الله يا رب أكون بافيدكم بأي حاجة صغيرة. لو الفيديو عجبِك ما تنسيش تدوسي لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.